هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو مشترياتي من فتح الله داون تاون في اسكندريه. اشتريت بقى حاجات كتير. هتكلم اول حاجه على الكريمات. اول حاجه معايا بالمرز للشعر. آه لقيت البنات بيتكلموا عليه كتير جدا. سوري. وكان معاه هديه زيت كاكاو. آه اول حاجه كلمه زيت كاكاو، ريحتها جوز الهند. لا، طريه حلوه، انا اول مره اجربها. انا عارفه ان هما بيعملوا زيت كايو، بس اول مره اجربها. الكريم زيت الزيتون وفيتامين ه للشعر الجاف. اول حاجه عايزه هقفله تاني. اول حاجه اوريها لكم عجبتني ان هما هنا عاملين المنتجات بتاعتها كلهم، عاملين كريمات بقى وكل حاجه حلوه جدا. ممكن تثبتي الصوره وتتفرجي عليها، وقصدي وصوري طريقه انجليش وعربي. آه، سمعت عنه كلام كتير جدا ان هو حلو للشعر. بس سمعت على اللي هو بجوز الهند، لكن ده جديد على اظن، مش عارفه يعني، انا اول مره استعمله. فتحته وشميت ريحته قريبه من نيفيا. آه، ريكو زيت، صح؟ شايفينه زيت، بيلمع كده زيت. هيبقى حلو، باين هيبقى حلو على الشعر. هعمل لكم بعد كده الزيت ده فكرني بماسك هعمله لكم قريب لتطويل الشعر. وان هو فيه زيوت كتير فبيقوي الشعر. آه، هعمله لكم ان شاء الله قريب. انتوا طبعا عارفين ان انا شعري طويل. في فيديو يوم لنفسك، انا شعري يعني معدي ظهري، فهقول لكم ازاي تطولوه بصحه. يعني مش لازم تطولوه بشامبوهات وحاجات كده، لا، خليه بصحه عشان يبقى قوي. آه، في كمان جبت فازلين. اه يا بنات، الكريم بتاع بالمرز كان ب31، ده ب8 وشويه تقريبا. آه، ده الصغير، البيبي الصغير. وجبت كمان كريم جليسيريك. هتستغربوا طبعا ان انا جبته. اول ما نزلت الفيديو على طول ان هو قلت عليه ان هو مش حلو وندمت ان انا جبته. بنات كتيرة كلموني، كومنتات بقى وتشات كتير. في بنت منهم قالت لي حطي عليه ليمون وهيبقى حلو ويفتح. حطيت ليمون وانا بشكرها جدا لو سامعيني دلوقتي. فعلا انا بس انا بستخدمه على رجلي بس. آه، ولو طبعا تعرفوا منى مصطفى، اشهر بنت مصرية اسكندرانية على اليوتيوب. آه، يعني ذوق واخلاق وكل حاجة متوفرة فيها. يعني بنوتة حلوة جدا، ربنا يكرمها. كلمتني وقالت لي لا ده حلو جدا وبينعم. انا اخدت بنصايحهم واستخدمته بالليمون فعلا، واستخدمته على رجلي. ممتاز، غير فكرتي عنه. حبيت الناس تفيد بعضها، البنات بالذات. آه، عشان كده اشتريت منه كبير بقى. انا كنت المفروض كنت شاري الصغير ده ب8 جنيه و50 قرش. اشتريت الكبير واحط برضو عليه ليمون وهستخدمه برضو في رجلي. شكرا اللي هم فادوني في الكريم ده. شكرا ليهم جدا لو سامعيني دلوقتي. آه، يا رب كده كل بنت فعلا تعكس شخصيتها وتفيد بنت زيها. اشتريت كمان وايبس من ايزي كير، فيه 20 منديل، ده ب10 جنيه. بالزبادي والخيار، وده بالكاموميل. معرفوش، انا اول مره اجربه، فمش عارفه بس كان هيبقى حلو ولا لا. انتوا عارفين انا بستخدم جونسون، بس حبيت اجرب ده، يعني اغير كده واجرب ده. ان شاء الله يبقى حلو يعني ولذيذ. انا شفت هناك بنات كتير بتستخدمه،
تشتريه. فهشوف بقى لسه. اشتريت عيدان قطن دي، كان سعرها 6 جنيه و50 برضه قرش. بستخدمها في المكياج، مثلا لو عيني دمعت ولا حاجه بمسح عيني بدل ما احط منديل وكده. بستخدمها على طول يعني بجيبها. جبت كمان اسيتون برائحه الخوخ. الازرق اللي جبته قبل كده ده بدون رائحه، ده بالخوخ. ريحته خوخ. ده بيشيل المانيكير يعني من مسحه واحده. افتحوه في اي ماركت وشموه تلاقيه خوخ. واو، يعني تحطي قطنه وتمسحيها على طول المانيكير من مسحه واحده راح. ما تجيبيش اسيتون يكون بتقعدي تمسحي، لان انتي بتمسحي بتدخلي الجلد ده جوه فبيلتهب وبيسود وبيقشر. فبلاش تمسحي كده من مسحه واحده. وايه، تمسحي يعني مش كده، عكس كده كده. مسحي واحده. هعمل لكم ريفيو ان شاء الله على الرسم، الضوافر وكل حاجه الحاجات دي. والمانيكيرات اللي عندي، انا عندي بدون مبالغه بدون مبالغه اكتر من 50 ازازه، 60 ازازه. عندي علب كبيره هوريها لكم كلها. جبت كمان من فتح الله مناديل. المناديل دي بقى هتكلم عليها شويه بقى. 2 مانجا و2 خوخ وواحده فراوله. كان سعرهم 17 5 ب59 حاجه كده، يعني قول 18. اشتريت منها 2 دي. اول ما طلعتها من الكيس يعني عملت ريحه فواحه جدا وحلوه جدا في البيت كله. حاطها في اوضتي، عامله ريحه يعني مش لازم بقى ترش جليد كده، لا فظيعه. دي فظيعه من فاين. تقريبا المناديل اللي هي بالفراوله حمرا، ودول اورنج ودول بيج تقريبا يعني. تحفه 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 تحفه. اشتريت دي واشتريت كمان واحده تانية. متوقعه اشتري 2 تانيين عشان تقريبا النهارده هيخلص، يعني هما تقريبا 4 عليهم واحده. من غير حاجه، انت مثلا متوقعه ان انا افتح الفراوله وهتعمل ريحه الاوضه كلها فراوله. حاجه كده عطريه طبيعيه. حاسه ان هي خفيفه، يعني مش حاجه كده جامده وبتاع، خفيفه. واشتريت كمان يا بنات بونيه لما اجي اعمل لكم خلطه الزيوت دي نلبسه. بونيه. فتحت طبعا عشان اشوف الخامه. بلاستيك، يعني مش هيلزق فيه الزيوت وما تطلعش، لا. واللون ده عجبني اكتر حاجه. كان سعره 3 جنيه و50 قرش. حلو جدا عجبني. وجبت بقى كمان فتح الله ديب لاينر ب57. هو ب57 قرش، هو رخيص يعني مش غالي قوي. تايجر. ما بحبش الحاجات التايجر خالص انا، بس هو ده اللي جه معايا كده. سنه رفيع وناشف وانا بحب السنون دي. هوريكوا ازاي بيثبت. يعني شويه وهتلاقيه نشف. انا بحب اللي هما الديب لاينر. بجيب دبن هامز. حلو، بس ساعات بيسيح. انا مش عارفه ليه. هنا المفروض تبقى تلف، بس هي تبقى بايظه. بس هي فيها من جوه لو لاحظتوا فيها كحل. بس انا ما بصدموش يعني يطلع ولا ما يطلعش مش فارقه معايا. ممكن بقى كده اصلحها واشوف. جبت كمان مجموعه، بس مش من فتح الله، لا من مكان تاني يعني من محل عادي. منكرات كتيره صغنطوطه. هم دول. عجبوني عشان صغيرين. هوريكم مثلا اللون ده.
لون انتوا شايفينه غامق شويه بس هو فاتح. ممكن اوريها لكم على ايدي. انا بحبش الحاجات التقيله. هو اللون ده بيلمع. واكيد كمان الكحل اهو خلص يعني، بس يعني يتشال بقى بالوايبس. يا رب اكون في الطاقه في الفيديو ده. انا الشهر ده ما جبتش ولا شوكولاتات ولا شيبسيات ولا حاجات دي. انا جبت بس حاجات استنى اشيل الحاجات دي. دوشه صح؟ ليكوا دوشه المانيكير موزايك. جبت دي بنص جنيه، دي بجيبها من وانا صغيره، بحبها جدا وفوجئت النهارده لما شفتها. جبت هولز دي بالنعناع الاخضر، حلو برضو. في ماستيكا كلوريكت، دي نكهة عادي، نكهة نعناع هادية، دي هادية. بحطها معايا في الشنطة دي، يعني هما دول كده كلهم بحطهم معايا في الشنطة. دي بقى جبتها عشان صغيرة كده، جبت منها كتير، الواحدة بربع جنيه عشان تبقى صغيرة كده معايا في المحفظة ولا حاجة. دي نكهة نعناع أصلي، شخصه أصلي، حلوة جدا، فيها 2. أكيد كلكم عارفينها طبعا عشان صغيرة كده فبتبقى معايا على طول. بس كده، يا رب أكون فدتكم وتجربوا الحاجات دي وتقولي رأيكم فيها ايه. في حاجات هجربها وهقولكم عليها، وفي حاجات أول مرة أجربها. شكرا لمتابعتكم، واشتراك في قناتي ولايك على الفيس، سبسكرايب. شكرا لمتابعتكم، باي.